السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، طلاب وأولياء أمور رابعة ابتدائي. يا رب جميعا تكونوا بخير. معاكم بنت الفراعنة اللي هتفك لعنة الدراسات الاجتماعية. الدراسات يا حبايبي مش بعبع. الدراسات الاجتماعية دي مادة الحياة اللي فيها بنعرف كل حاجة بتخص بلدنا، سواء في الماضي أو في الحاضر أو كمان في المستقبل. مش بس بلدنا بس، على فكرة، عشان تبقوا عارفين، حصة الدراسات بتاعتنا بتخلينا نلف العالم كله واحنا قاعدين في مكاننا. هتحب الدراسات ومش هتخاف منها عشان انت من طلاب بنت الفراعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى للصف الرابع بعنوان الخريطة في حياتنا. دراسات اجتماعية يعني خريطة، وخريطة يعني دراسات اجتماعية، وخصوصا الجزء اللي اتكلمنا عنه في التمهيد اللي هو الخاص بفرع الجغرافيا، واللي قلنا فيه ان الجغرافيا دي بندرس فيها الارض وكل حاجة عليها، يعني المكان اللي احنا بنعيش فيه، سواء بلدنا زي ما قلت لكم او حتى القارة اللي احنا فيها، وممكن كمان تكون الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها. وعشان نعرف نوضح اي مكان على الارض احنا حابين نتكلم عنه، الافضل ان احنا يكون قدامنا رسمه للمكان ده. ايوه، زي ما جه في بالك وجه في بالك المخطط اللي احنا اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت، اهو المخطط ده بقى شكل مبسط من الخريطه. واحنا في الحصه اللي فاتت اتعلمنا ازاي نرسم مخطط لبعض الاماكن، زي مخطط لمنزلنا اللي هو البيت اللي احنا بنعيش فيه، وكمان عملنا مخطط للمدرسة اللي هي بيتنا التاني واللي بنقضي فيه أوقات ممتعة وسعيدة مع الأصدقاء وإيه مع أصدقائنا ومع المعلمين. فعشان نكون فاهمين أكتر المخطط هو إيه، هو شكل مبسط لفكرة الخريطة. السؤال هنا بقى بيكون على المخطط ده تعريف. بصوا يا حبايبي، عشان نكون بس متفقين كده من الأول، لما أقول كلمة تعريف لحاجة، السؤال اللي هيجي على التعريف ده هو ما المقصود. اجي دلوقتي اقول ما المقصود بالمخطط، هتقول لي هو شكل مبسط لفكره الخريطه، وده التعريف، وده تعريف سهل جدا مش صعب ولا حاجه، كلنا هنحفظه. يبقى المخطط هو ايه؟ هو شكل مبسط لفكره الخريطه، زي مخطط المنزل اللي مرسوم قدامنا ده، او مخطط المدرسه اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت، او مخطط انت هترسمه بايدك، يعني دي صوره لمخطط انا جايباها من على النت. فاحنا هنرسم مخطط بايدينا، او هنجيب مخطط لمنزل، او هنجيب او هنعمل مخطط لايه للمدرسه. اللي قدامنا دي بقى مش مخطط، اللي قدامنا دي خريطه. احنا النهارده بقى هندرس الخريطه على اصولها، الخريطه اللي بجد وبحق وحقيقي. يلا بينا. اول حاجه عايزين نعرفها يعني ايه خريطه. هنجيب دلوقتي التعريف وهنقراه مع بعض. الخريطه زي ما انتم شايفين قدامكم كده عباره عن رسمه مصغره، يعني الخريطه اللي قدامنا دي مكتوب عليها من تحت خريطه مصر. لحظه، الخريطة مكتوب عليها خريطة بعض المدن المصرية. يعني ايه؟ يعني خريطة مصر. تمام. خريطة بعض المدن المصرية يعني الخريطة، الرسمة اللي قدامنا المصغرة دي هي رسمة لبلدنا مصر. تمام. يعني ايه خريطة بقى؟ الخريطة عبارة عن رسمة مصغرة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. نشوف مكان كبير على الحقيقة أو مكان كبير في الحقيقة. ممكن المكان ده يكون مدينة، ممكن يكون دولة، ممكن يكون الكرة الأرضية كلها، ممكن يكون قارة. المهم إن احنا بنمسك المكان ده ونرسمه على حتة ورقة صغيرة. فعشان أرسم دولة أو قارة أو العالم على حتة ورقة صغيرة، مستحيل نرسم المكان ده بحجمه الحقيقي. طب امال احنا هنعمل ايه؟ هنرسم زي ما انتم شايفين قدامكم كده رسمة مصغرة للمكان ده. وخد بالك، الرسمة دي بتكون بمقاسات ومسافات، مش رسمة كده وخلاص. بين كل مكان والتاني على الخريطة دي في مقاسات وفي مسافات. العلماء ريحونا خالص، هم حاسبين المقاسات والمسافات وقايلينها لنا في جزء تحت كده صغنن اسمه مقياس الرسم. تمام. يعني هم ما وجعوش قلبنا، هم خدوا المقاسات وعرفونا ازاي نقدر نحط المقاسات دي على الورقه عشان نطلع احلى خريطه واحنا بنذاكر. اظن مفيش دلع اكتر من كده. شد حيلنا بقى يا سنه رابعه. تمام. عشان كمان نفهم اكتر عن الخريطه، علماء الجغرافيا الطيبين حطوا لنا شويه رموز وشويه الوان مع المقاسات دي زي ما انتم شايفين كده. في عندي هنا لون احمر، دايره حمراء. عندي هنا دايره باللون الاسود، عندي هنا دايره باللون الاسود. عندي فوق حته ارض كبيره، او بلاش نقول ارض، مكان كبير لونه احمر.
لونه سامحوني ازرق، وهنا عندي برضو مكان كبير لونه ايه، لونه ازرق. هم عشان ما يوجعوش قلبنا برضو زي ما قلت لكم، عرفونا الحاجات دي كلها معناها ايه. فين الكلام ده؟ في مربع تحت اهو اسمه مفتاح الخريطة. والمفتاح ده هو الحاجة اللي انا بفتح بيها اي مكان عشان ادخل اعرف كل حاجة جوه. مفتاح الخريطة ده بيقول لي هنا ان اللون الاحمر ده يعني العاصمة، عاصمة مصر. انا بتكلم عن بعض المدن المصرية، يعني الخريطة اللي قدامنا دي خريطة مصر. فالعاصمة اللي هي كلكم عارفين عاصمة مصر مدينة القاهرة. أما النقط الأسود دي أو الدوائر اللي بالأسود دي، سواء اللي هنا أو اللي هنا أو اللي هنا في أي مكان، فدي مدينة رئيسية، مدينة من المدن الرئيسية. هلاقي عندي فوق كده مرسى مطروح، هنا شرم الشيخ اللي بنحب نصيف فيها هي والغردقة، هنا أسيوط، وهنا إيه، أسوان، كمان الإسكندرية. يعني انا دلوقتي عرفت ان الدايره اللي لونها احمر دي جنب العاصمه، خلاص القاهره هي العاصمه. والدايره السوداء دي المدن الرئيسيه وعرفنا اساميهم. اما لو خط رفيع لونه ازرق زي ما اللي مرسوم قدامنا ده، فهو ده نهر النيل. تمام، ما عندناش انهار تاني في مصر غيره. طب الحته الزرقاء الكبيره شويه دي هتكون بحر. خدوا بالكم ان عندنا في مصر، او مصر بتطل على بحرين، واحد في الشرق اسمه البحر الأحمر، واحد فوق اسمه البحر المتوسط. المتوسط. تمام. واحدة واحدة معاكم هنرجع لتعريف الخريطة، بس نتكلم عنه الأول ونعرف يعني إيه خريطة عشان نعرف نحل سؤال ما المقصود بالخريطة. وبعد كده نرجع نتكلم بالتفصيل عن كل نقطة من النقط اللي موجودة على الخريطة، اللي هتخلينا نفك عقدة الخرايط اللي مخوفة الناس كلها، وتخلينا نجيب الديب من ديله. فيلا بينا. وزي ما قلت لكم يا ممتازين، مجرد ما اقول لك تعريف اعرف ان السؤال اللي بيجي على التعريف ده هو ما المقصود. ادي تعريف الخريطة، خلاص عرفنا السؤال اللي هيجي عليه هو ايه، ما المقصود بالخريطة. الخريطة زي ما احنا شايفين قدامنا كده هي رسم مصغر. رسم مصغر بيوضح سطح الارض. يعني ممكن تكون الرسمة المصغرة اللي قدامنا دي للكرة الارضية كلها، او جزء منه، جزء منه. مش شرط ارسم الكرة الارضية كلها، انا ممكن ارسم جزء بس، زي ما احنا عاملين كده قدامنا الخريطة اللي قدامنا دي خريطة مصر. طيب واحنا بنرسمها استخدمنا رموز زي اللي اتكلمنا عنها في مفتاح الخريطة كده، واستخدمنا كمان ألوان برضو موجودة في مفتاح الخريطة بتوضحها لنا، وبمقياس رسم محدد اللي هي المقاسات اللي أنا قلت لكم. العلماء قاسوا مقاسات كل حاجة على الأرض، على الطبيعة، وحطوا لنا بدايل صغننة ليها. يعني مثلا ال 100 كيلو متر بيحطوا لنا قصاده سنتي. فلو مسافة مثلا ما بين القاهرة وأسيوط 400 كيلو متر، هم على الخريطة حطوها ب4 سنتي. تمام. يبقى تاني العلماء مبسطين كل حاجة زي ما قلت لكم. مقياس الرسم ده هو اللي بيوضح لنا المسافة على الطبيعة، وبيقول لي في كل خريطة مثلا الخريطة دي أو المقياس هنا إن السنتي الواحد سنتي بيساوي، ممكن يكون 100 كيلو، ممكن يكون 1000 كيلو، على حسب، على حسب مسافة الخريطة أو على حسب مساحة الخريطة اللي موجودة قدامنا. فاحنا في خريطة مصر بنقول إن كل 100 كيلو متر مربع بيساوي 1 سنتي. يعني لو جيت وقلت مثلا سؤال ما بين القاهرة وأسيوط 4 سنتي، يبقى المسافة بينهم على الحقيقة قد إيه؟ هتقول لي 400 كيلو متر. يبقى تاني يلا عشان نحفظ التعريف ده، إيه هي الخريطة؟ هي رسم مصغر بيوضح سطح الأرض أو جزء منه. يعني ممكن اوضح فيه سطح الارض كلها او جزء منه. الجزء ده زي ما قلت لكم ممكن يكون دوله، ممكن يكون قاره، ممكن يكون الدول العربيه مع بعض، وممكن يكون سطح الارض كله، باستخدام 3 حاجات. الرموز، لازم رموز عشان اعرف افهم الخريطه بتتكلم عن ايه، وشويه الوان، ومقياس رسم محدد. يبقى اخر مره التعريف مع بعض. الخريطه هي رسم مصغر بيوضح سطح الأرض أو جزء منه باستخدام 3 حاجات: الرموز والألوان ومقياس رسم محدد. مقياس رسم محدد يعني مقاس رسم محدد، مش بنعمل الخريطة بشكل عشوائي. ندخل بقى على جزء مهم جدا وهو عناصر الخريطة. لازم يكون في شوية عناصر موجودة في الخريطة عشان نقدر نعرف نقراها بمنتهى السهولة وبعد كده نحفظها. أول عنصر عندي وردة البوصلة.
ايه وردة البوصلة دي يا ميس؟ البوصلة اللي احنا خدناها الحصة اللي فاتت اللي هي الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية اللي انتوا هتسمعوها دلوقتي. ثبتوا الفيديو ثانية وسمعوها، يعني ارسموها على ورقة، اعملوا الوردة اللي انا عملتها دي ووضحوا لي بقى عليها الاتجاهات. طبعا عندي فوق الشمال، عندي تحت جنوب، على اليمين شرق، وعلى اليسار غرب. دي الاتجاهات الأصلية ولا الفرعية؟ هستناكم تردوا عليا. الاتجاهات دي شمال، جنوب، شرق، غرب. إيه، ارد انا واقول دي الاتجاهات الاصليه. الاتجاهات الفرعيه بقى اللي هي ما بين كل اتجاهين اصليين في اتجاه فرعي، الكلام ده احنا قلناه في الحصه اللي فاتت كله. ما بين الشمال والشرق شمال شرقي، ما بين الجنوب والشرق جنوب شرقي. طبعا بننطق الاول الواقف وبعد كده النايم. ما بين الشمال والغرب شمال غربي، وما بين الجنوب والغرب جنوب ايه؟ جنوب غربي. وعشان انت ما تنساهمش ولا كل مرة توجع قلبك وتقعد تعمل الوردة دي، العلماء ريحوك حطوا وردة البوصلة في الخريطة. أي خريطة قدامك هتيجي تقراها هتلاقي فيها حاجة من اتنين: يا وردة البوصلة كده كاملة تقدر تطلع منها الاتجاهات بمنتهى السهولة وتفك الشفرة وما يبقاش عندك حجة انت وهي، يا إما هتلاقي سهم بيشير لاتجاه الشمال اللي هو الفوق، وانت برضو ساعتها بقى هتضطر تعمل وردة بنفسك وتطلع بقيه الايه؟ بقيه الاتجاهات. في كل الحالتين احنا لازم نحفظ الاتجاهات سواء اصليه او فرعيه كويس قوي. هتفرق معايا بقى في ايه وردة البوصلة؟ هتساعد حضرتك تحدد المكان على الخريطة او اي اتجاه. يعني مثلا لما اجي ابص على مدينة الاسكندرية دي، هي الاسكندرية تقع فين بالنسبة لمصر؟ هنلاقي الاتجاه احنا هنا هنحط كده كأن ده المركز، وهنلاقي فوق اهي في الشمال. طب اسوان في الجنوب، طب الغردقة في الشرق، الناحيه دي الغرب، اللي هي عندنا في دوله هنا جنبنا جارتنا حبيبتنا دولة عربية اسمها ليبيا. كل ده ما تستعجلوش، هنفهمه واحدة واحدة. يبقى وردة البوصلة بتساعدني ان انا احدد الاتجاهات. زي مثلا ابص فوق كده في الشمال هلاقي عندي مدينة الاسكندرية او القاهرة. طب ابص في الجنوب هلاقي عندي مدينة اسوان. طب لو جيت كده اخدت المركز اللي انا حطاه ده ورحت الناحية دي ما بين الشمال والغرب، هلاقي شمال غرب مصر موجود مدينة اسمها ايه؟ مرسى مطروح. يبقى أول حاجة بتعملها وردة البوصلة بتساعد في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. ايه السؤال اللي ممكن يجي هنا؟ ممكن يقول لي وضح أهمية وردة البوصلة، أو يقول لي السؤال بتاعنا بقى بتاع الدراسات بما تفسر. أهمية وردة البوصلة لازم أكون حافظ الإجابة دي كويس قوي وأقول له تساعد في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. تاني عنصر مهم جدا 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 عندي على الخريطة: مقياس الرسم اللي اتكلمنا عنه من شوية بتاع المقاسات. بيشير إلى النسبة ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الأرض الواقع. يعني بيعرفني النسبة اللي موجودة عندي على الخريطة واللي قصادها النسبة الحقيقية اللي موجودة على أرض الواقع. نفس الإجابة برضو بتكون على السؤال ده، يا إما يقول لي أذكر أهمية مقياس الرسم أو بما تفسر أهمية مقياس الرسم. فأنا بحفظ الإجابة وبقول له مقياس الرسم بتاع المقاسات اللي جاي من مقاسات يشير إلى النسبة ما بين المسافة، ما هو مقاسات يعني مسافات، ما بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. ثالث عنصر عندي وهو عنوان الخريطة. أي خريطة في الدنيا لازم يكون تحتها كده عنوان. اول حاجه ببص عليها على الخريطه عشان اعرف ايه الخريطه اللي انا هقراها: عنوان الخريطه. فانا اول ما بصيت كده على الخريطه دي لقيت مكتوب تحتيها خريطه بعض المدن المصريه، ففهمت موضوع الخريطه. الخريطه دي بتكلمني عن بعض المدن اللي موجوده في بلدنا مصر. يبقى عنوان الخريطه يوضح موضوع الخريطه. انتوا هتقولوا لي بقى ايه السؤال اللي بيجي على عنوان الايه؟ الخريطه ده. واخر عنصر لازم يكون موجود ده بقى الكبير قوي اللي بيجيب من الاخر: مفتاح الخريطه. مين المفتاح؟ مفتاح الشفرات اللي بيفك شفره الخريطه. مفتاح الخريطه ده بيشرح لي معنى الرموز والالوان اللي احنا استخدمناها في الخريطه. انت بصيت لقيت عندك العنوان بيقول لك عنوان بعض المدن المصريه، لقيت كمان مقياس الرسم. ما ينفعش تبقى خريطه من غير مقياس رسم عشان اعرف هل السنتي في الخريطه ده، السنتي الواحد سنتي بيساوي 100 كيلو 1000 كيلو بيساوي قد ايه. فلازم مقياس الرسم يعرفني الكلام ده. اما ورده البوصله فزي ما قلنا
خريطة يعني اتجاهات، شمال جنوب شرق غرب. دراسات اجتماعية يعني اتجاهات، دراسات اجتماعية يعني خريطة، شوية حاجات كده مربوطة ببعض. أما بقى مفتاح الخريطة فده اللي بيفك لنا شفرة كل حاجة في الخريطة. زي ما قلنا في أول الفيديو إن العاصمة محطوط جنبها اللون الأحمر وهي القاهرة. أما النقطة اللي لونها أسود دي مدينة رئيسية، وهم حاطين كذا مثال أهو. بعد كده لو خط رفيع كده ده بيكون نهر، احنا عندنا نهر واحد في بلدنا وهو نهر النيل. طيب المسطح الكبير او الخط الكبير، المساحه الكبيره اللي لونها ازرق دي بتشير الى بحر، هنا البحر الاحمر وهنا زي ما كتبنا البحر الايه المتوسط. لو جيت بقى سالتكم اسئله كده مرتبطه ببعض، يقع البحر المتوسط في انهي جهه من مصر؟ هتقولي في جهه الشمال. طب يقع البحر الاحمر في انهي جهه من مصر؟ في جهه الشرق. تمام. حددنا الكلام ده منين؟ من وردة البوصلة. يبقى تاني، أنا عندي 4 عناصر رئيسية لازم تكون موجودة في الخريطة عشان أعرف أقراها وأقدر أحفظ البيانات اللي عليها. رقم واحد، وردة البوصلة بتعمل إيه؟ بتساعد في تحديد موقع الأماكن والاتجاهات على الخريطة. اتنين، مقياس الرسم بيعمل إيه؟ بيشيل النسبة اللي موجودة أو المسافة اللي موجودة على الخريطة واللي بيقابلها في أرض الواقع. طب تلاتة، عنوان الخريطة بيوضح موضوع الخريطة، عرفت منه موضوع الخريطة دي بتتكلم على ايه. 4، مفتاح الخريطة وده اللي بيشرح لي معنى الرموز والألوان اللي استخدمناها في الايه في الخريطة. زي ما قلنا بنستنتج من الخريطة اللي فاتت دي أو اللي قدامنا دي إن القاهرة هي عاصمة مصر، وإن مدينة أسوان تقع جنوب مصر، وبتطل أو بتطل مدينة الغردقة على البحر الأحمر. بتطل دي يعني بتبص مدينة الغردقة على البحر الايه على البحر الاحمر. ملحوظه حبايبي، لو احنا ركبنا مترو قبل كده، في مترو الانفاق اللي موجود في محافظه القاهره يوجد يعني مترو الانفاق الاول بقول موجود في محافظه القاهره، فاحنا عارفين المترو في القاهره يوجد بالمحطات بتاعته كلها خرائط بتساعدنا ان احنا نحدد اماكن كتيره واحنا في المترو. الخريطه ممكن تجيلي بالشكل ده، تجيلي ملونه فيها الوان. عرفنا ان اللي هيفك لنا الشفره بتاعت الالوان دي هو العنصر اللي قدامنا ده. طب ايه هو العنصر ده؟ احنا لسه قايلين ان هو مفتاح الخريطه. مفتاح الخريطه بتاعنا بقى بيقول لي ايه؟ ان احنا لونا الخريطه دي على حسب ارتفاع المكان اللي موجود في الحته دي. يعني لو مكان منخفض تحت مستوى سطح البحر، على فكره احنا لما بنقيس الخرايط مش بنقيس بالارض لان الارض مش مستويه، بس البحار والمحيطات اللي عندنا هي اللي نسبتها تقريبا مستويه. هم مش بنقيس الارض دي مرتفعه او منخفضه عاليه او واطيه على حسب الارض اللي جنبها، لا احنا بنقيس على مستوى سطح البحر. فالاماكن اللي تحت مستوى سطح البحر لونها اللون البنفسجي اللي قدامكم ده، وكل ما اللون يكون مثلا مستوي شويه او اعلى شويه بحاجات بسيطه اللي هو يعتبر مستوي، هيبقى لونه اخضر سواء فاتح او غامق. طيب الاماكن المتوسطه الارتفاع لونها اصفر. اما الاماكن المرتفعه فاغلبها اهو بدات تاخد اللون البني، والبني بيزيد درجه الكتم بتاعته او بيبقى اقوى كل ما المكان يرتفع ايه اكتر. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي 3 الوان هم اللي مهمين بالنسبه لنا: اللون البني، اللون الاخضر، واللون الازرق. اللون البني بيعني المناطق المرتفعه زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، بني فاتح، بني اغمق شويه، بني اغمق اكتر. المرتفعات دي ممكن تكون جبل، ممكن تكون هضاب اللي هي هضبه. يبقى اللون البني يعني المناطق المرتفعه او المرتفعات زي الجبال وزي الهضاب. اما اللون الاخضر فبيقول لي ان هو يعني المناطق الاقل ارتفاعا مش مرتفعه، زي السهول. يعني ايه سهول؟ يعني ارض مستويه او مرتفعه حاجات بسيطه بس سهل ان احنا نمشي عليها. يبقى اللون البني المرتفعات ايه جبال وهضاب. اما اللون الاخضر مناطق اقل ارتفاعا مستويه شويه مش مرتفعه زي السهول. طب اللون الازرق مسطحات مائيه، بحار، بحيرات، محيطات، انهار. هي دي اللي كلها اي حاجه فيها ميه بنلونها باللون الايه باللون الازرق. عايزين نحفظ ال3 الوان دول، نعرف كل لون منهم بي بيدل على ايه لو لقينا الخريطه ملونه بالمنظر اللي قدامنا ده. يجي طالب بقى فزلوك كده وامور يقول لي يا ميس، طب ايه اهميه الخريطه في حياتنا؟ انت بتتعبينا معاكي ليه يا ميس؟ انت وعلماء الجغرافيا اللي عماله تقولي ان هم مدلعينا وعمالين حاطين لنا فاكين لنا الشفرات، احنا مالنا بالكلام ده؟ هقول له تعالى يا قلبي بالراحه كده. الخريطه مهمه في حياتنا
كلنا، حيث تساعدنا في معرفة الأماكن من حولنا. سؤال مهم أوي بيجي لي في الحتة دي، يقول لي بما تفسر أهمية الخريطة في حياتنا؟ إجابته: الخريطة بتساعدنا في معرفة الأماكن من إيه؟ من حولنا. طب أيوه، أنا هاعمل إيه لمّا أعرف الأماكن من حولي؟ هتفرق معايا في إيه؟ هاقول لك هتفرق مع كل الناس، كل اللي موجودين. هندّي شوية أمثلة. بتفرق مع السائح، عارفين السائح؟ مين السائح؟ السائح ده اللي سايب بلده وجاي رايح بلد تانية عشان خاطر يشوف فيها أماكن سياحية، يشوف فيها أماكن أثرية، رايح يتفرّج على البلد التانية دي، يتفسّح يعني. فالسائح بتساعده، لازم يكون معاه خريطة عشان تساعده في إنه يوصل للأماكن السياحية والأثرية اللي هو رايحها. يعني مش هيعرف يتحرك في المكان أو في البلد الجديدة اللي هو ما يعرفش عنها حاجة دي إلا لو معاه خريطة. طيب، بتساعد مين كمان؟ بتساعد المزارع. إزاي؟ هاقول لك المزارع لمّا يكون عنده حتّة أرض فلازم يكون معاه خريطة لحتّة الأرض دي، عشان جاره اللي جنبه ما يجيش يقول له لأ دي الحتّة دي بتاعتي، لأ تعالَ لي، أنا عندي خريطة بمقاسات الأرض بتاعتي وحدودها، فما حدّش ييجي على الأرض بتاعة إيه، بتاعة حد. يبقى بتساعد المزارع في تحديد موقع الأرض الزراعية بتاعته، بتعرّفه الموقع وإيه الحدود بتاعته. ساعدته والّا ما ساعدتوش؟ ساعدته. طب مين تاني بتساعده الخريطة؟ المهندس. أي مهندس بيجي يخطط عشان يبني مبنى، يبني بيت، يبني طريق، يبني مدينة، كومباوند، يعمل الكلام ده كله بيحتاج خريطة وقت التخطيط عشان يعمل المباني والطرق اللي هو شغال فيها، زي المهندسين اللي في الصورة اللي قدامكم دي. بتساعد مين كمان؟ استنى جايالك يا ابني، أنا عارفة والله العظيم أنت نفسك تعرف هي مهمة في حياتك في إيه؟ هقول لك حالا، اصبر على. بتساعد الجندي في تحديد المواقع العسكرية. كلنا بنشوف في الأفلام لما بيكون في حرب أو في معركة أو في مشكلة، بنلاقي الجنود واقفين كده وحاطين قدامهم خريطة وعمالين يقولوا إحنا هندخل من هنا والعدو هيدخل من هنا ونضرب في بعض هنا. ما هو اللي هم قدامهم وشغالين بيها دي خريطة، لازم يكون قدامهم خريطة عارفين مواقع الحاجات أو الأماكن اللي هم هيحاربوا فيها عشان يقدروا ربنا يكرمهم وينتصروا في الإيه، في الحرب. أما بقى قائد الطائرة، السواق اللي بيسوق الطائرة اللي هو بنقول عليه طيار، وقبطان السفينة اللي هو برضو بيمشي بالسفينة، لازم يكون معاهم خريطة عشان يقدروا يحددوا مسار الرحلة بتاعتهم وهيمشوا ازاي. نيجي بقى ليا وليك، احنا بنقول ان هنا بتساعد معلمة الدراسات الاجتماعية في الشرح. على فكرة انا في منهج الدراسات اغلب الحاجات اللي هشتغل عليها لازم يكون معايا خريطة عشان اقدر اشرح لك اللي انا عايزة اوضحه لك. ما احنا زي ما قلنا في اول الدرس، خريطة يعني دراسات اجتماعية، ودراسات اجتماعية يعني خريطة. انت بقى هتساعدك في ايه؟ هتساعدك في انك تذاكر المادة الجميلة بتاعتنا اللي هي مادة الدراسات الاجتماعية. يبقى أهمية الخريطة في حياتنا، الخريطة مهمة في حياة ناس كتير. الأول بتحدد لنا إحنا نقدر نحدد من خلالها كل الأماكن اللي إحنا عايزين نروحها. طب خدنا أمثلة على الكلام ده، خدنا 6 أمثلة. هنرجع بالفيديو هنلاقي الأمثلة مع بعضينا. رقم 1 السائح، ساعدته في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. رقم 2 السؤال ده بيقول لي أهمية الخريطة في حياة السائح، هحفظ الكلام ده. تساعده في الوصول أو ساعدته في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. طب أهميتها في حياة المزارع، تساعده في تحديد موقع الأرض الزراعية. بمتفسر أهمية الخريطة في حياة المهندس، يحتاج إليها عند التخطيط لإنشاء المباني والطرق. أدي إجابات كتيرة أهي معاكم. وأهمية الخريطة في حياة الجندي، بتساعده في تحديد المواقع العسكرية وقت الحرب. أهميتها في حياة قائد الطائرة وقبطان السفينة، بتساعدهم في تحديد مسار الرحلة بتاعتهم. وأهمية الخريطة في حياة معلمة الدراسات الاجتماعية، تساعدها في الشرح. طب أهميتها في حياة التلميذ، بتساعده في الإيه؟ في المذاكرة. يا رب يا حبايبي يكون وفقني ربنا وقدرت ابسط لكم الدرس اللي عليكم. درس حلو وممتاز، عندكم عليه 4 صفح واجب نبدأ نحلهم. واشوفكم على خير الحصة الجاية، عندكم امتحان، شدوا حيلكم يا غاليين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.